صباح الجمال. الحقيقة إن في طرح كده مش عاجبني. آه، قريته كتير يعني وبيتقال كتير، وهو إن في عالم ال- الراب والدسات أو التراكات اللي بتكون مثلا ايجو تريب، استخدامك للألفاظ هو نوع من الإيه، من الضعف الفني، أو إن أنت مثلا مش قادر تستخدم أسلوب او تعبير بديل للالفاظ البذيئه، فبتستسهل وتقول الفاظ عشان ايه؟ انت ضعيف لغويا. طبعا ده كلام فارغ، والكلام ده سببه الرئيسي بس هو حاله العفاف السمعي اللي عند معظم الناس اللي بتسمع، ان انت لازم ودنك تبقى عفيفه وانت بتسمع، ما تسمعش الفاظ، ما تسمعش يعني. التوجه ده لو في واحد بيستمتع اكتر لما يسمع حاجه كلين، فده اختياره وذوقه وميوله الفنيه يعني. لكن ده مش معناه ان اللي بتسمعه ده افضل يعني. اكيد يعني والا بقى يبقى مثلا زاب ثروت احسن من توباك وبيجي والناس دي. وطبعا اكيد انت متفق معايا ايها المشاهد ان ده زرط، وان دول اساطير وليجندز، والناس دي كانت بتقول الفاظ يعني. انا متهيألي مفيش لفظ واحد ما اتقالش يعني في الاغاني. الناس دي كانش عندها اصلا ريد لاينز يعني، كانوا بيتكلموا بلغه الشارع، بلغه العامه، باللغه الحقيقيه اللي بيتكلم فيها في حياته العاديه. ما كانش يعني مخترع لغه تانية للفن، وفي حياته بيتكلم بطريقه مختلفه. هي دي كانت الرياليتي بتاعت الراب والهيب هوب والقصه دي يعني. وفي نفس الوقت انا الكلام اللي بقوله ده مش دعوه لانك يعني انت لو مش عايز تستخدمها ماشي، ده اختيارك يعني. لكن ان احنا نحط تصنيف، لان لو في رابر بيستخدم الالفاظ البذيئه او الالفاظ الخارجه ما يقال عليها كذلك، وانا بشوف ان هي الفاظ توصيفيه موجوده في مجتمعنا وكل الناس بتقولها يعني. انتوا سميتوها الفاظ بذيئه والفاظ خارجه، ماشي، وعايزين تسموها كده براحتكم يعني. ولعلمك انا وانا بقدم حلقات البرنامج ده انا بحافظ على اللغه اللي ما تاذيش حد بيتفرج. يعني اللغه اللي انا بكلمك بيها دلوقتي انا بستخدم اللغه اللي ما تاذيش حد، الناس اللي هي عندها المشكله دي. العفاف السمعي، انا مش عايز اسمع لفظ ايه يؤذي مشاعري. لفظ انت اصلا بتقوله في حياتك، بتقعد مع اصحابك على القهوه تشيش او تشرب شاي بتقول كل الالفاظ اللي لا يتخيلها لا يمكن ان يتخيلها المرء يعني. انت كلها بتقول، مش لما بتسمعها بتؤذيك، انت بتقولها اصلا يعني. بس تيجي تسمعها في اغنيه، لا لا لا، ايه الالفاظ دي؟ معقوله؟ ايه الالفاظ بنت ازاي كده؟ وانت اصلا بعدها ب3 ثواني هتقول نفس الالفاظ. فاحنا كمصريين ما شاء الله احنا لساننا بصراحه عفيف جدا، دي حاجه معروفه عننا يعني. فحاله الاندهاش دي انا فاهم الاشكاليه الازدواجيه اللي عند المستمع، انه مش عايز يسمع الفاظ. فانا مشكلتي الوحيده بس مع فكره ان انت بتعتبر ان ده ضعف، وطبعا انا مش متفق مع الكلام ده خالص. ده مش ضعف، انا بتكلم لان دي لغتي الحقيقيه اللي بتكلم بيها، فانا طبيعي هقول يعني انا مش هبقى محمد صبحي وانا بقى بعمل تراك راب يعني. وخصوصا ان انا في الاغاني الراب مش جاي اعلمك حاجه، انا مش جاي اعلمك الاخلاق، مش جاي اعلمك قيم. انا في الاغنيه الراب انا بقدم لك انترتينمنت بس، باخدك من عالمك كده لعالم تاني خيالي، بعمل لك مود معين كده بعيشك فيه لمده 3 4 دقايق، ترجع لحياتك العاديه تاني. انا لا مدرس قيم واخلاق، ولا انا جاي اديك محاضره عشان اعلمك حاجه في الحياه والتنميه البشريه وكل هذا الهراء يعني. انت بتسمع واحد حقيقي بيتكلم عن حاجة حقيقية مر بيها، وجهة نظر عنده في حاجة، من خلال أدوات فنية. يعني كأنك بتخش تتفرج على فيلم مثلا، فيلم بيسحبك ساعتين من حياتك، من الواقع اللي انت عايش فيه، وياخدك لعالم خيالي بيعيشك فيه تماما، بيفصلك عن الواقع لمدة ساعتين، وبعد الفيلم بترجع لحياتك الواقعية تاني. فهو ده نفس الفكرة بالظبط. بس هو يعني هو ده اصل انا استفزيت بصراحه، لان يعني انا كتير قوي ناس اتكلمت معايا في القصه دي وفي واحد بيعمل ريفيوهات على اغاني راب وكده. كان حد حكى لي ان الراجل ده طلع حكى انه سمع حاجه ليا يعني، وقرر ما يعملش ريفيو عشان سمع لفظ انا قلته، لان هو وجهه نظر الناس دي يعني ان ده ضعف لا فده لا يرقى، لان انا اسمع. لا هو كده ايه، ما استخدمش التوريه
والالفاظ المرادفه البديله اللي هو ممكن اصلا تؤدي نفس المعنى. انا اصلا مش عارف ايه الفكره ان انت تقول لفظ بيؤدي معنى معين بس ده لفظ خارج ما تقولوش، وتقول لفظ تاني مقبول مجتمعيا مع ان هو بيقدم نفس المعنى بالظبط. يعني ما تفهمش، يعني ملوش تفسير غير ان هي تراكمات بس مربوطه باللفظ. يعني ما ف يعني انا بالنسبه لي ما عنديش قاعده بتقول لي لازم اقول الفاظ او مش هقول الفاظ. ما عنديش قاعده في الموضوع. انا لو لقيت ان انا اللفظ ده لازم يتقال في هذا المكان لان هو مناسب ومظبوط هيتقال. هكتب لك تحت بلس 18، هكتب لك تحذير ان في الفاظ. فلا، هو ليس اضعف، هو قد يكون افضل، والموضوع اصلا مرتبط بالمنتج الفني ذات نفسه. انا بتكلم عن ايه ولا بقول ايه، ولا يعني مش بالضروره يعني والا زي ما قلت لك في اول مثال ده معناه ان مثلا آه بلاش الناس ما تزعلش. بس انا بقولك ان كل اساطير الراب الاولد سكول قالوا كل الالفاظ اللي ممكن تتخيلها في حياتك. فهذه الاطروحه خاطئه يا عزيزي.